يا ترى ندخل ستام ولا صعبه؟ دي سلسله بدائل الثانويه العامه اللي هي مش بدائل اصلا. ستام دي مدارس للطلاب المتفوقين، تقدر تقدم عليها لو جايب في ثالثه اعدادي 95% ومقفل ماده علميه، او لو جايب 98% من غير ما تقفل اي ماده علميه. وهي مدرسه داخلي، يعني هتقعدوا في المدرسه وهتروحوا اخر كل اسبوع. واختبارات قبولك للمدرسه بتكون في 4 مواد: رياضه، علوم، انجليزي، اي كيو، علشان يحددوا مستواك ويشوفوا هتتقبل ولا لا. ودي مدرسه ما ينفعش تدخلها غير وانت بتحب الرياضه والعلوم والتكنولوجيا، علشان بقى لما تتخرج اقل كليه هتدخلها هي علوم، والدراسه كلها بالانجليزي. وبيبقى عندك مشروع كل ترم عليه 60% في سنه اولى. والمدرسه بتعتمد على الشغل العملي اكتر بكتير من النظري، وعلى طول هتلاقي مسابقات وسمر بروجرامز، ودول بقى علشان يقولك السي في بتاعك جامد قوي. ولو حاسس انك تايه ففي ناس كتيره قوي هتساعدك هناك. طبعا مش محتاجه اقول انها من اهم المدارس الموجوده دلوقتي، وهتغير تفكيرك بجد عن التعليم، عشان مش معتمده على الحفظ وخلاص. فانت بقى لو جامد فمبروك عليك.